كشفت مجلة ميليتري ووتش الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية أن وزارة الدفاع الجزائرية قدمت طلبا للحصول على 6 كورفيتات من طراز تايب 056 الصينية مع خطط لإنتاج هذه السفن الحربية محليا، وذلك بعد النجاح الذي حققته السفينة الأولى من هذا الطراز، سفينة المتصدي، التي تم تصنيعها في الصين وتسلمتها الجزائر عام 2023. مواصفات الكورفيتات: تعد السفينة المتصدي واحدة من أكثر السفن الحربية تطوراً في إفريقيا والعالم العربي، وقد بنيت بواسطة مجموعة دونغ تشونغ الصينية الرائدة في تصنيع السفن القتالية السطحية. تزن الكورفيتات 1500 طن وتتميز ب12 خلية إطلاق عمودية، تشمل 4 صواريخ كروز مضادة للسفن من طراز إجراك-جي 83 و8 صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى من طراز HHQ-10، إضافة إلى أنابيب توربيد ثلاثية تطلق توربيدات عيار 324 ملم. ووفق المجلة يمثل طراز تايب 056 خيارا أخف مقارنة بالكورفيتات الروسية 20380 ستريغوشي التي تزن 2200 طن وتتميز بصواريخ بعيدة المدى مثل كاليبر وزيركون. يذكر أن البحرية الجزائرية تمتلك أيضا كورفيتات أدفير الصينية الأكبر وزنا والتي تزن 3000 طن التي دخلت الخدمة منذ عام 2015. توسع التعاون العسكري الجزائري الصيني. شهدت السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في التعاون العسكري بين الجزائر والصين، حيث أبرمت الجزائر صفقات بارزة شملت صواريخ كروز إجراك-جي 12B وCX-1 والطائرات المسيرة CH-4 وWG 700 وأنظمة المدفعية الصاروخية WM-80 والمدافع PLZ 45 ذاتية الحركة وأنظمة مضادة للدبابات AG-12 ومنظومات الحرب الإلكترونية CHL 906. كما أشارت تقارير إلى احتمالية حصول الجزائر على أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى من طراز HQ-9B. في ذات السياق أبدت الجزائر اهتماما باقتناء دبابات VT-4 لتحل محل أعداد محدودة من دبابات T-55 و T-62، مما يوفر للجيش الجزائري دبابات بتقنيات متطورة وأنظمة حماية نشطة. تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية، حيث كشفت رسومات عام 2020 عن نوايا محتملة للحصول على مدمرات تايب 052D الصينية ومقاتلات سو-57 الروسية. يضاف إلى ذلك انضمام الجزائر لمنظمة شانغهاي للتعاون العسكرية في ماي 2023 وعضويتها في بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس بقيادة الصين منذ سبتمبر 2023. وتكثف الجزائر استثماراتها في المجال العسكري منذ تدخل الناتو في ليبيا عام 2011، حيث تعتبر النشاطات العسكرية الغربية في المنطقة تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وأشارت المجلة إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية زاد من حذر الجزائر التي تسعى للحفاظ على استقرارها كإحدى آخر الجمهوريات العربية الكبرى المستقلة عن النفوذ الغربي.